طب أنا بقى مع نفسي، أنا بتاعي مش حد تاني اهو، هل يجوز ان انا استمتع بنفسي؟ فاهمين طبعا قصدي ايه؟ العادة السرية. هل يجوز؟ حرام. حرام. ايه ده؟ يعني لا يجوز ان انا استمتع بنفسي؟ ولو كنت مع زوجتك. فاهمين؟ يعني لا يجوز حتى وانا قاعد، واحد قاعد مع زوجته يستمتع بيها وتستمتع بيه، ان هو يفعل ما يستمتع به كأنه يفعل ذلك لنفسه، يعني عشان ده من غير جائز اصلا. انتوا فاهمين؟ فانت ليك حدود لكل حاجة. ما هو جل جلاله في الموضع اللي احنا فيه ده يعلم ايه اللي في قلبك، ويعلم ان انت سامع الكلام وبتقول الكلام حلو بس انا مش ناوي اتغير. نفسي طبعا اعمل اعمال خير بس مش الجو ده. يهديك ربنا عزيز يا شباب. لا، انا عايزه يشوف من قلبك ايه. نفسي، بس هي صعبة، بس يمكن يعني بيك، لا حول ولا قوة إلا بك. أنا كأنا يعني ما تجيش معايا، يعني قوتي ما تجيبش، يمكن ما اعرفش اتخيل نفسي ان انا اوصل للدرجة دي، ولكن انت كريم يا رب. انا بحب الذنب الفلاني، كرهني فيه، انا بموت فيه من الاخر، كرهني فيه، كرهني فيه، نفسي اخش الجنة، انا مش قد ان انا اخش النار. يعني قول له يا رب، يا رب انا بستنى على كوباية الشاي تبرد عشان خاطر اشربها، مش هعرف اخش النار، مش هينفع. وفي نفس الوقت انا قلبي مش بايدي، انا بحب الذنوب بصراحة، بحب صاحبتي بصراحة، بشرب سجاير بصراحة، بعمل كذا بصراحة، مش متخيل بصراحة، مش فاهم ايه مشكلة ان انا مش قادر اقوم اصلي الفجر، مش قادر افهم ايه مشكلة انا مش عارف اصلي او اواظب على الصلاة، مش قادر. بس انت عالم ان انا نفسي ان انا ابقى في الطريق ده، يعني يا رب انا حملي عليك، اختارني انا، اختارني مش عشان انا استحق، بس عشان خاطر انت كريم، ولو حكمتك بتقول ان انا ما استحقش يا رب خلينا استحق واختارني. اتذلل له، اتذلل له، ارفع ايدك واتذلل له، اتذلل له قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل حيي كريم، حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء. شوف الحديث الجميل، ربنا يستحي انك تقول له يا رب اهديني ويتنزل ايدك وهو مش مديك حاجة، بس وانت بتدعي هو مطلع على ايه؟ على قلبك. تبقى وانت بتقول له يا رب اهديني تكون بجد نفسك ان هو يهديك، مش لما تجيلك الهداية تعافر، لا ده هو جايبها لك، لما يجيبها لك لحد عندك وانت ما تستحقش تعمل ايه؟ تقول له شكرا وتاخدها. انما لو كفرت نعمة ربنا ولفظتها، ربنا يقول واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عليم حكيم. يقول ابن القيم أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. أجمع العارفون بالله عز وجل إن ذنب الخلوة اللي انت هتعمله ده لو انتكست فهو بسببه. خلي بالك، خلي بالك، هذا من توابع ذنوب الخلوات. إذا أسدل الستار وأصبح الإنسان لا يرى أحدا حوله
ولا يراه أحد إطلاقا، فإن الله عز وجل يراه. لو أنه تجرأ على معاصي الله عز وجل في هذا الحال وانصرف عن طاعته ومد يداه على الحرام يخسر كثيرا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم، هو معهم جل في علاه. فيأخذ الإنسان بنفسه فيتجرأ ويفعل الفحش ويفعل المعصية، ثم يسأل بعد ذلك أين حلاوة الصلاة، ثم يسأل بعد ذلك أين حلاوة العبادة، ثم يسأل بعد ذلك أين التوفيق، ثم يسأل بعد ذلك لماذا لا أثبت على الطاعة، ثم يسأل بعد ذلك لماذا لا أجد أصحاب تقوى وصالحين، ثم يسأل بعد ذلك هو أنا مش عارف أستقيم على الصراط المستقيم ليه؟ ليه مش عارف ليه؟ لأنه يتجرأ على معاصي الله عز وجل في الخلوة، فكأنه بيقول لربنا سبحانه وتعالى لما أبقى قدام الناس بلتزم بكلامك، إن لما يكون ما فيش غيري وغيرك أنت بقى غفور رحيم. وأحيانا أنسى، نسوا الله فنسيهم، بل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أتوب إزاي؟ 1 الندم، أن تندم على أن عصيت ربك، تندم ندمان. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. تندم. بتعجبني آية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. البعد عن ربنا شؤم وتعب وكدر، فتندم عشان تنضف، تندم عشان العك، تندم عشان عصيته قدامه، تندم عشان عصيته بنعمه. اداك فلوس عصيته بيها، اداك جسم عصيتيه بيه، اداك هدوم اتكبرت على الناس بيها، اداك سلطة دهست الناس بيها، اداك نعمة فتكبرت عليه بيها. تندم عشان انت ما حطيتش الامور في موضعها، تندم من الغفلة انك لحد دلوقتي لسه ما ندمتش، فتندم على الندم ذات نفسه انه اتأخر، تندم. 2 بعد ما تندم تتوقف عن الذنب. ايوه، انه ذنب؟ كل الذنوب اللي انت حددتها اللي هي ايه؟ توبة الكبار بقى، توبة الكبار. ايوه، يعني ايه؟ كل حاجة كل حاجة. طب وانا ينفع اتوقف عن كل حاجة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. التدرج يا شباب فين؟ التدرج ما بيبقاش في المعصية، التدرج بيبقى في الطاعة. لما تيجي تقرأ قرآن ما تقرأش النهاردة 10 أجزاء 3 أجزاء، لا، اقرأ ربع،
حزبه جزءه وعلي. إنما اللي بيجي يتوب من السجاير بيشرب علبتين، يشرب علبة ومن علبة 10 سجاير، وبعد 10 سجاير 5 سجاير، وبعد الخمسة 2، وبعد 2 1، وبعدها بيوم يرجع للعلبتين تاني عادي يعني. عادي. ايه اللي حصل؟ ايه الجديد يعني؟ إنما الذنب بيقطع من أصوله. فرقم 2 اقلع عن توقف عن الذنب تماما. أيوة، أتوقف إزاي؟ بعزم. أهل العلم يقولوا عزم على عدم العودة. يعني وانت بتبطل مش بتجرب، وانت بتبطل بتعمل ايه؟ عارف يقينا انك عمرك ما هترجع تاني، خلاص. طيب ندم وعزم على عدم العودة. ايه تاني؟ اقلاع. يعني ايه اقلاع؟ كنا دايما بنشبهها كده. عارفين الطيارة بتعمل ايه في المطار؟ بتقلع. يعني ايه تقلع؟ هي اللي قاعد في المطار بيعمل ايه؟ شايف طيارة واقفة على الرون واي، تجري 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 تجري، ترتفع، تبعد، تختفي تختفي. وكذلك من أقلع عن الذنب أخباره إيه مع الذنب؟ اختفى. أسباب الذنب مش موجودة، الحاجات اللي بتوصله للذنب مش موجودة. طيب واصحابه اللي بيعملوا معاه الذنب مش موجودين. طيب ايه ده؟ يعني في حاجات كتير قوي هتتغير. ايوه، بس ينفع غير كل ده؟ 100 واحد قبلك عملها. شفت 100 بس؟ لا مش 100، قصدي كتير عملوها ونجحوا. ما هو انت مش هينفع تقعد مع كل اسباب الذنب وفي الاخر تبطل. عشان خاطر كده ال3 حاجات دول لازم يتعملوا. 1 ندم، 2 عزم على عدم العودة، 3 اقلاع. فالندم مش زعل، والإقلاع مش توقف، والعزم مش تجربة. التوبة بال3 الأولانيين بس.